المناضلات الإريتريات في كل بقاع العالم، في البدء نزف إليكن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي له وقع خاص بالنسبة لنا نحن كإريتريات، باعتباره محطة سنوية نقف فيها لتقييم تجاربنا خلال ما مضى من عام، ونضع فيه محددات ما يليه، ونقف وفق ما تتطلبه مقتضيات المرحلة الراهنة. ونحن في مبادرة الأمهات أطلقنا في مثل هذا اليوم العظيم مبادرتنا التي تهدف لطي صفحات التشتت والانشقاق، وبالتالي الولوج إلى مرحلة الوحدة والتنسيق بين مختلف مكوناتنا السياسية والشبابية والأهلية. ونحن نحتفل بهذا اليوم يتطلب منا توحيد إرادتنا والاستفادة القصوى منه لوضع لبنات التفاهم بيننا جميعا، ولا ينبغي الوقوف صامتات، لأن أبناؤنا وأخواتنا ينتظرون الكثير منا، وثقتهم وآمالهم فينا كبيرة، لذا علينا العمل بجدية لتحقيق أهدافنا المشتركة. ومن أهم المواضيع التي يتطلب منا التركيز عليها هو موضوع أبناؤنا الشباب، والإسهام في تغيير واقع المعارضة الإريترية بجمع أبنائنا للحوار والتفاهم فيما بينهم، والعمل بمسؤولية وجدية، لأن إخفاقنا في هذا الأمر سيضاعف من مقدار الأذى والضعف والشتات الذي نعانيه. ولا خيار أمامنا إلا إجراء الحوار البناء بيننا والمطالبة بكل حقوقنا. والشيء الأساسي الذي يجب علينا الابتعاد عنه هو الاختلاف والانشقاق، لأنه يؤثر على تلاحمنا ووحدتنا، وإذا تمكنا من تحقيق ذلك فسوف تزول مصاعبنا ونحقق ما نصبو إليه. لذلك فنحن في مبادرة الأمهات نضغط ونعمل بجدية لتحقيق ما ذكرناه سلفا، وهو ما نؤكده في كل الاجتماعات والأنشطة التي نشارك فيها، والتنسيق بيننا. التوفيق والنجاح للمرأة الإريترية. نتحد ونعمل معا لإنقاذ أبناؤنا وشعبنا. مبادرة الأمهات فرع أوروبا.